السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل العيش الشامي. هعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد وقت معانا خالص. بسم الله ما شاء الله، العيش جميل جدا زي ما انتم شايفين، مستوي من بره ومن جوه وواخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا عندي كيلو من الدقيق وكيس من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة من الملح. هوريكم دلوقتي نوع الدقيق اللي انا استخدمته. ده دقيق اسمه السلطان، جميل جدا ما شاء الله في العجين. انا بستخدمه في جميع المعجنات اللي انا بعملها، هو مكتوب عليه دقيق لجميع الاستخدامات. هضيف دلوقتي المكونات الجافة على بعض. كيس من الخميرة انا هضيفه كله كامل، ومعلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الملح. هقلب كل المكونات الجافة مع بعض زي ما انتم شايفين. انا قلبت كل المكونات الجافة زي ما حضراتكم شفتوا. هضيف زيت دلوقتي. انا هضيف 4 معالق كبار من الزيت. وهقلب الزيت مع المكونات الجافة زي ما انتم شايفين. انا قلبت الزيت مع المكونات الجافة زي ما حضراتكم شفتوا. هضيف مية دافية للعجن. انا هضيفها شوية بشوية علشان كل نوع دي يختلف عن النوع التاني. اهم حاجة المية تكون دافية علشان لو عجنته بمية سخنة الخميرة مش هتتفاعل معانا. واهم حاجة كمان معلقتين الكبار السكر، هما اللي هينشطوا الخميرة ويخليها تختمر معانا بسرعة. واهم حاجة كمان 4 المعالق اللي هما الزيت، هما اللي هيخلوا العيش طري معانا وهيدونا اللون الجميل اللي حضراتكم هتشوفوه. انا ضفت كوب مية من الدافية زي ما حضراتكم شفتوا، يبقى انا استخدمت دلوقتي كوبين من المية الدافية. نوع الدقيق جميل جدا ما شاء الله، انصحكم تجربوه. لو عجبكم اكتبولي في الكومنتات. انا هفضل اعجن لحد ما الدقيق يختفي معانا زي ما انتم شايفين. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها. العجينة طرية وبتلزق حاجة بسيط، هو ده القوام اللي انا عايزاه في العجينة. انا هرش على الوش من فوق شوية من الدقيق وهغطيها دلوقتي بستريتش. لو مش متوفر عندكم هنغطيها بقماشة نضيفة عادي. هركنها على جنب دلوقتي وهسيبها لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها وهرجع لكم باذن الله. ده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت معانا. خدت نص ساعه بالظبط، يعني ما خدتش وقت معانا خالص. شايفين الكميه بقت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ده شكل العجينه بعد ما اختمرت معانا وتضاعف حجمها. هركنها دلوقتي على جنب وهنبتدي ان احنا نقطعها. انا عندي صاج رشه فيه دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعندي شويه من الدقيق. هنبتدي دلوقتي ان احنا نقطع العجينه بالحجم اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي او حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. حجم الرغيف يرجع لكم انتوا. انا هقطع بالحجم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا العجينه بتاعتنا جميله جدا ما شاء الله وطريه وبتلزق حاجه بسيطه زي ما انا قلت لكم. هو ده القوام اللي انا عايزاه. كل ما العجينه تكون طريه كل ما العيش هيكون طري معانا. هنقطع بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. انا قطعت بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده او اي حجم حسب ما انتوا عايزين. حجم الرغيف يرجع لكم انتوا. العجينه طريه جدا ما شاء الله وما خدتش اي وقت معانا خالص في الخمران زي ما انتوا شفتوا. يعني نوع الدقيق جميل ما شاء الله وناجح 100% زي ما حضراتكم شفتوا. انصحكم تجربوه
ولو عجبكم نوع الدقيق ما تنسيش تكتبولي في الكومنتات. انا هقطع واحدة كمان تاني معاكم زي ما انتم شايفين. ده شكلهم بعد ما قطعتهم. انا هقطع كل الكمية بنفس الطريقة. انا قطعت كل الكمية بنفس الطريقة زي ما انا قلت لكم. بسم الله ما شاء الله، كيلو دقيق عمل معانا الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. انا هغطيها دلوقتي وهبتدي ان انا اشتغل فيها، لان العجينة بسم الله ما شاء الله اختمرت بسرعة وانا بقطع فيها. نوع الدقيق جميل جدا ما شاء الله. هغطيهم دلوقتي وهبتدي ان انا افرد معاكم. انا هفرد اول واحدة ان انا قطعتها الاول، يعني هفرد من اول ما انا بدأت ان انا اقطع لحد اخر واحدة هفردها. هجيب اول واحدة زي ما انتم شايفين، رشيت شوية دقيق على الرخامة زي ما انتم شايفين، وهرش دلوقتي على العجين من فوق دقيق، وهفردها دلوقتي بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. الفرد حسب ما انتم عايزين، لو عايزين بالطول ماشي، لو عايزينها دائري برضو ماشي، حسب ما انتم عايزين. فرد الرغيف حسب اللي انتوا عايزينه. انا هفرده هيكون دائري زي ما انتوا شايفين. ده شكله بعد ما انا فردته. هنفضه من الدقيق دلوقتي. العجينة جميلة جدا ما شاء الله وتتفرد معايا بكل سهولة، ده سبب نجاح الدقيق معايا. هفرد واحدة تانية كمان معاكم. العجينة بتتفرد معايا زي ما انتوا شايفين. هنفرد بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. هو بيتفرد معانا بكل سهولة لان العجينة بتاعتنا ناجحة واختمرت بسرعة زي ما حضراتكم شفتوا. انا كل ما بفرد بركنه على جنب وبغطيه. اهم حاجة لما بنفرده نغطيه علشان الوش بتاعه ما ينشفش مننا. الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة وما خدتش اي وقت معانا خالص زي ما حضراتكم شفتوا. بيتفرد معانا بكل سهولة زي ما انتم شايفين. ده شكله بعد ما فردته. هركنه على جنب دلوقتي وهغطيه. هعمل اخر واحدة معاكم. طبعا كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو. هنفردها بنفس الطريقة زي ما انتوا شفتوا. الفرد سهل وبسيط زي ما انتوا شفتوا، والعجينة بتتفرد معانا بكل سهولة. انا هفرد الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. انا فردت كل الكمية بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. ده شكله بسم الله ما شاء الله ما خدش اي وقت معانا خالص زي ما حضراتكم شفتوا. والعجينة بتاعتنا كانت طرية ومختمرة وناجحة، عشان كده اتفرد معانا بكل سهولة. انا هغطيه دلوقتي وهسيبه لمدة 10 دقايق وهرجع لكم ان شاء الله نسويه مع بعض. هنبتدي دلوقتي ان احنا نسوي العيش. انا عندي طاسة على النار زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي مادة دهنية. انا سبتها لحد ما سخنت وضفت العيش عليها من فوق زي ما انتم شايفين. العيش ابتدى ان هو ينتفخ معانا. هقلبه على الناحية التانية دلوقتي. طريقة التسوية سهلة وبسيطة، وهنسويه على البوتاجاز من فوق زي ما انتم شايفين. هقلبه على الناحية التانية دلوقتي. كل 10 ثواني بنقلبه على ناحية لحد ما الرغيف يرتفع معانا زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. بضغط عليه بالمعلقة كده علشان كله ينتفخ معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الرغيف بسم الله ما شاء الله انتفخ معايا بكل سهولة وارتفع حجمه. كل ما بنقلب كل ما الرغيف بيرتفع زيادة زي ما انتوا شايفين. طبعا شكله واضح في الفيديو. ده شكل الرغيف بعد ما ارتفع حجمه بسم الله ما شاء الله. ما بياخدش وقت خالص في التسوية زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة كل 10 ثواني بنقلبه على الناحية التانية. ده شكله بعد ما الرغيف استوى وارتفع حجمه. هعمل معاكم واحد تاني كمان. اول ما الرغيف يبتدي ان هو يرتفع حجمه زي ما انتوا شايفين بقلبه على الناحية التانية اهو.
انا مش عايزاه ياخد لون. كل 10 ثواني بقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. بالنسبة لطريقة التسوية، انا مولعة النار على اقل من الوسط. انا عايزة العيش يستوي ومش عايزاه ياخد لون، عشان كده كل 10 ثواني انا بقلبه زي ما انتوا شايفين لحد ما يرتفع معانا وياخد اللون الجميل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. هضغط عليه بالمعلقة دلوقتي علشان كله يرتفع. هقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. كل ما بنقلب العيش كل ما بيرتفع معانا. بسم الله ما شاء الله، العيش جميل جدا وسهل. ده شكله اهو. ده شكل الرغيف بعد ما استوى معانا. هش جدا وطري بسم الله ما شاء الله، ومستوي من بره ومن جوه واخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا هعمل واحد كمان معاكم لما يبتدي ان هو يرتفع زي ما انتم شايفين. هنقلبه على الناحية التانية. ده شكله اهو. انا سايباه علشان تشوفوه. بقلبه على الناحية التانية. انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه يرتفع زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الرغيف بيرتفع بكل سهولة لانه مختمر والعجينة ناجحة 100% زي ما انتم شايفين. بضغط عليه على المعلقة كده علشان كله يرتفع معانا. هقلبه على الناحية التانية دلوقتي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، العيش جميل جدا وما خدش اي وقت معانا خالص زي ما حضراتكم شفتوا. ومن كيلو دي عملنا الكمية اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي. ده شكل العيش بتاعنا. انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. انا سويت كل كمية العيش زي ما حضراتكم شفتوا. بسم الله ما شاء الله، العيش جميل جدا ومستوي من بره ومن جوه وواخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، وما خدش اي وقت معانا خالص. ومن كيلو دي عملت الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. شايفين العيش جميل ازاي وطري وهش جدا وواخد لون جميل من بره ومن جوه. ده شكله طري جدا ما شاء الله. هوريهولكم دلوقتي من جوه. العيش جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين. هش جدا وطري واخد اللون الجميل من بره ومن جوه ومش لازق خالص، بيتفتح بكل سهولة زي ما انتم شايفين وطري جدا. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.